السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ما تغير هدومك أكون جهزت الأكل. وانا بقى عملت لك الفراخ اللي انت بتحبها، اما تدوقها بقى تقولي مين احسن، انا ولا انت؟ انتوا ليه ما بتسمعوش الكلام؟ انا قلت يجي 20 مرة ما حدش يعمل حاجة هنا في البيت. أها، إزاي بس يابا؟ بقى تبقى طول النهار تعبان هنا وهنا وفي الاخر ترجع ما تلاقيش لقمه. طب بالذمه مين يقول كده؟ انا اللي بقول كده. كل واحدة فيكم جوزها وبيتها اولى بيها. معقولة الكلام ده؟ إزاي نسيبك لوحدك يابا؟ هو انا اشتكيت لكم؟ انا بدبر نفسي، ما حدش يعمل حاجة هنا في البيت. اها، احنا بالشكل ده لا يمكن نرتاح. هو انتوا عشان ترتاحوا تتعبوني؟ طب ايه رأيكم بقى؟ اللقمة اللي هتعملوها مش هدوقها، والهدمة اللي هتغسلوها مش هلبسها، عشان تبقوا عارفين. لو أنت عايز كده بقى يابا يبقى لازم نشوف حل. شوفوا انتوا الحل اللي يعجبكم، بس ما حدش له دعوة بشغل البيت. الحل بصراحة كده إنك تتجوز. اتجوز؟ انت عارفة انا عندي كام سنة دلوقتي؟ يابا حضرتك مره حكيت لنا عن واحد من الصالحين كان دايما بيقول: لو علمت انني اعيش 10 ايام اموت بعدها لتزوجت مخافه الفتنه. مظبوط. وبعدين الجواز سنة، ليه ما تاخدش بالسنة؟ حكم الزواج واجب للقادر عليه، إذا خاف على نفسه أن يقع في الإثم والفجور. والزواج أيضا مستحب للقادر عليه، حتى ولو أمن على نفسه أن يقع في الفتنة. بس يعني الزواج يا اما واجب يا اما مستحب. استني يا صالح، ما تاخدنيش في دوكة. الحكم الثالث للزواج إنه مكروه أو حرام لمن تأكد أو خاف أن يظلم الزوجة أو يخل بحقوقها. وده معقولة يابا؟ معقولة أنت تظلم الست اللي هتتجوزها؟ لما ابقى طول النهار بره البيت من هنا لهنا، ويا دوب باجي البيت ارتاح كام ساعة واخرج تاني، فين بقى حقها من وقت جوزها واهتمامه بيها؟ انا وقتي كله للدعوة. اروح اتجوز واحدة واحطها في البيت حبس انفرادي؟ يابا انت بس ما تدورش على اعذار. وده كمان مش عذر. شوف يابا أم الله يرحمها عاشت معاك كام سنة، وشغلك برضه كان ليل نهار، وكانت مبسوطة وسعيدة وزي الفل، يعني لا عمرها اشتكت ولا كلت. المرة دي غلبتيني يا فاطمة. ماشي، انا موافق على الجواز، بس ليا شرط واحد. شرط ايه؟ تلاقوا لي واحدة زي امك الله يرحمها. يوم ما تلاقوا واحدة زي امكم اكتب عليها تاني يوم. ما انت عارف يابا مفيش واحده زي امي ابدا. هو في حد في الدنيا دي زي امي؟ يبقى تسيبوني زي ما انا، بدل ما اجيب واحدة اظلمها واظلم نفسي. اللي تشوفه يابا. انا هقوم احضر الاكل عبال ما تغير هدومك. انت بس يابا صعبان علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالكم؟ في حاجة؟ اخواتك يا سيدي عايزين يجوزوني. والله يابا لو دي رغبتك إيه المانع يعني؟ انا هقوم احضر الاكل مع صالحة. انت كمان يا عبد الرحيم؟ انت بتعيطي يا صالحة؟ احنا ايه اللي عملناه ده؟ بقى انا وانت نطلب من ابونا انه يتجوز هو اللي يرفض؟ احنا عملنا اللي علينا وهو حر بقى. لا انا مش بتكلم على ابويا، انا بتكلم على امنا. ما تستحقش كل ده مننا. هنعمل ايه بس؟ ما هي ظروفه صعبة ومش عايزنا نخدمه. برضه كان لازم نراعي امنا. ما هو يا صالحة يا حبيبتي. اوعي تقولي لي الحي ابقى من الميت. لا مش هقولك كده، بس هقولك لو امي الله يرحمها كان ليها رأي دلوقتي كانت قالت اللي قلناه له وزيادة، انا متأكدة. يا سلام، في ست في الدنيا
تطلب من جوزها انه يتجوز بعدها حتى بعد ما تموت. المفروض كان يبقى وافي لذكراها. انت ما تعرفيش اللي كان بين ابويا وامي يا صالحه. امي ما كانتش بتحب ابويا وتغير عليه قد ما كانت بتحبه وتخاف عليه. الله يرحمها. أنا يا عبد الرحيم عندي رسالة مهمة لازم أتمها إن شاء الله. عايز أكمل تسجيل خواطري عن القرآن الكريم اللي باقي من كتاب الله كتير واللي فاضل من العمر قليل. ربنا يخليك لنا يابا ويديك الصحة وطولة العمر. والله يا ابني أنا كل شوية أفكر أروح للسادات أقول له يعفيني من حكاية الوزارة دي ويسيبني بقى أتفرغ للدعوة. أنا حاسس إن وقتي وجهدي اللي بيضيع في الوزارة ممكن أوجهه لحاجة أنفع. طب يابا ما انت لو عايز تروح له روح له. ما هو السادات اليومين دول عنده مشاكل مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر والحكاية ملخبطة والراجل مش عارف يعمل إيه. قلت أطول بالي شوية، الراجل مش ناقصني. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. حاجة زي دي ما يعملهاش غير واحد مالي ايده وواثق من نفسه. بقى ده كلام يا شيخ جودة؟ ما هو اللي يرمي نفسه بالشكل ده يرخص. يعني لو كان انور السادات زار الاتحاد السوفيتي كان ده يعجبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا معالي الوزير، اتفضل يا معالي الوزير، اتفضل يا معالي الوزير، اهلا وسهلا. اتفضل يا شيخ زغلول، اتفضل. اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا. وحشنا يا شيخ جودة. اهلا يا شيخ زغلول. يا معالي الوزير، هي مش دجادوس دي برضه لها حق عليك؟ طبعا ده أدوس وأهل ده أدوس، بس وحياة والدك بلاش حكاية معالي الوزير دي. وانت يا شيخ زغلول محدش بيشوفك ولا تيجي مادام مولانا ما بتجيش. الشيخ زغلول ماشي في ظل مولانا على طول، مش الوزير بتاعه. ده انا ليا الشرف يا استاذ ايه؟ مراد. استاذ مراد. استغفر الله يا شيخ زغلول، استغفر الله. سبحان مغير الأحوال. سيبونا بقى من الكلام اللي ملوش لازمة دي. دلوقتي احنا عايزين نعرف رأي معالي الوزير في زيارة السادات. بس أنا عايز أعرف بقى اللي عمله السادات ده يتفق مع شرع الله؟ شرع الله؟ وانت من امتى تعرف شرع الله يا مراد افندي؟ المهم احنا عايزين نعرف رأي الاسلام في زيارة السادات لاسرائيل. معقولة يابا؟ بقى انت اللي هتغسل هدومك بنفسك؟ لا، ولقيته في المطبخ بيطبخ. معقولة الكلام ده سعادة الوزير؟ بقى سعادة الوزير بحاله يغسل ويطبخ؟ أنا بطبخ أكلي وبغسل هدمتي، فيها إيه دي؟ يابا، في حد في الدنيا سمع عن وزير بيعمل شغل البيت؟ طب قولي لي يا صالحة، الوزير ده أعلى ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. وفي حد زي سيدنا محمد؟ ده سيد الخلق يابا. أهو سيد الخلق ده عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله
ويخيط ثوبه ويحلب شاته. ايوه يابا، بس انت برضو مسؤوليتك كبيره، الوزاره والدعوه اولى بوقتك. يعني هي المسؤوليات اللي عندي هتكون أكتر من مسؤولية الرسالة اللي شالها سيدنا محمد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ايوه يابا، ما قلناش حاجه، بس احنا موجودين عشان نعمل الحاجات دي. تعملوه في بيتكم لجوازكم. احنا مسؤولين نخدمك قبل اي حد. لا، مش قبل أي حد يا صالحة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. واحنا جوازنا موافقين والحمد لله. محمد دايما يقول لي ابوكي قبل مني. الله يكرمه. وعصام كمان يابا، ما انت عارف. عايزاه له دعوة آخر؟ طب يا أختي ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. هتغدونا ايه النهارده بقى؟ صينية سمك، ابوك هو اللي عاملها. ايه ده؟ معالي الوزير؟ تصور بقى، معالي الوزير اللي المفروض يبقى عنده خدم وحشم يطبخ ويغسل. حكايه الوزاره دي ما جاتش غير على دماغي انا، ما اخدتش من وراها غير الفلس. ليه يا ولد؟ انت مش بتاخد مصروفك كل اول شهر؟ ايوه يابا، المصروف بتاع زمان ده ما عادش ينفع، انا عايز قده كده بتاع مرتين ثلاثه. الناس طمعانه فيا يابا، كل ما اروح مكان يعني احلق شعري مثلا يقولوا ابن الوزير، المع جزمتي يقولوا ابن الوزير، اجيب سندوتشين فول عايزين الطاقه 4. انت اصلك طول عمرك نزهه يا احمد. احمد معذور، بس العين بصيره والايد قصيره. انت بالك انا بينوبني كم الوزاره اول عن اخر كده 250 جنيه. ايه ده بس؟ ولولا بسحب من القرشين اللي جبتهم من الاعاره كان ابوك انكشف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جيت بدري يعني. كنت بتقول زحمه قوي في اداره التقاوي. زحمه؟ دي ناس فوق بعضيها يابا، ناس ياما. بس بقى ايه، بعد ما لموا مننا الطلبات لقيت واحد جاي لي وبيسالني: انت ابن الشيخ الشعراوي؟ قلت له: ايوه. فيش ربع ساعه يابا وكان مخلص لي اذن الصرف. اهو ده اللي ما كنتش عايزه. ليه يابا؟ الله، يعني تبقى حاجه نبتنا من الوزاره ولا هي هتبقى خسائر من كل ناحيه؟ اما هو مشقر على السمك. خساير؟ خساير ده ايه؟ هي الوزاره خساير؟ يا ريتكم كنتوا جيتوا معانا البلد عشان تشوفوا الناس عامله ايه مع ابويا. ايه ده غير الرايات والزينات. وابو مين بقى اللي يسلم على ابويا ولا يكلمه كلمتين؟ انا يمكن انزل البلد الجمعه الجايه، بس اوعى تقول لحد. ايه يابا؟ انت فاهم ان الناس اللي بتطلع دي حد بيطلعها؟ لا يابا لا، دول بيطلعوا من نفسيهم. ما انا مش عايز كده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يزعل لما يلاقي الناس ماشيه وراه. كان يقول: ذله للتابع وفتنه للمتبوع. خلاص يابا خلاص، احنا نروح بعد صلاه الجمعه خطف كده، نعدي على الحاج منادي وبعدين نروح على خليل ابن عم جابر اللي كنت بتشتري من عنده الطواقي زمان. اصله نفسه جاوي تزوره وتسلم عليه. واجب برضه. وبالمره نعدي على بدريه، يمكن تكون محتاجه شيء قبل ما تطلع الحج. وانت يا صالحه هتيجي معايا. أنا خلاص جهزت كل حاجة للحج، يمكن ربنا يزيح عني اللي أنا فيه. أول حاجة تجهزيها للحج الإقبال على الله، والندم على اللي فات، والتوبة عن كل المعاصي. وهو اللي فات ده مش ربنا عاقبني عليه خلاص؟ خلي عوضك على الله يا خالة بدرية. مين عارف، مش يمكن اللي حصل لإسلام ده ربنا أراد به الخير له وليك انت كمان. خير؟ النار اللي جوايا دي خير؟ ده من دلوقتي قلبي قايد نار كأن ضنايا مات امبارح. ربنا كم مرة فتح لك باب التوبة وانت قفلتيه. عارفة يا شيخ أمين، عارفة إن ذنبي كبير، بس كمان الابتلاء كان كبير قوي. كملت في الطريق اللي يغضب ربنا، بس هو بقى من فضله ما سابكيش، فتح لك طريق تاني للمغفرة واداكي فرصة جديدة تدخلي بيها في رحمته. قصدك الحج يعني؟ لا، غير الحج، الصبر والرضا بقضاء الله.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بس أنا مش قادرة على الصبر، يا ريت كان بإيدي. شوف يا بدرية، الجزع لا يغير من قضاء الله، قضاء الله نافذ. اللي يصبر بقى ياخد الأجر، واللي يعترض ياخد الوزر. ما تخليش بقى مصيبتك مصيبتين، مصيبة في الدنيا ومصيبة في الدين. كلامك زي المية ما تنزل على النار، يا ريتني خدت به من زمان. خدي به من دلوقت وعفى الله عما سلف، بس من دلوقت وقبل ما تطلعي الحج وبعد ما ترجعي من الحج عليكي بكتاب الله، شفاء لما في الصدور، وعليكي بالصلاة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحزنه أمر قام للصلاة. عارف يا شيخ أمين، أنا كنت حافظة كتير قوي من كتاب الله، بس دلوقتي بقيت أنسى، وفي حاجات كده أنا مش بفهمها لوحدي. طول ما أنت متمسكة بكتاب الله هتفهميها ببركته وهيفيض عليك بالمعاني. ربنا بيقول اتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. شوف انت بقى اللي يعلمه ربنا ده يبقى علمه قد ايه. فتناكي بعافية، ربنا إن شاء الله يتم لك الحج على خير، ولما ترجعي بالسلامة يحلها الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ زغلول، انت فين؟ ألف مبروك. على ايه؟ الدرجة الأولى. خدت الدرجة الأولى، يعني محدش قال لك. خدتها ازاي يعني؟ زي ما كل الناس بتاخدها. معالي الوزير مضى الحركة. أمين الشعراوي؟ معالي الوزير محمد متولي الشعراوي، الحركة اهي. كان عارف إن أنا اسمي فيها؟ أول اسم بيقرا كلمة كلمة. وإيه اللي خلاه عمل كده؟ أنت هتشتغل عليا ولا إيه؟ ما أنتوا بلديات وحبايب من زمان. أول ما يفضى أدخلك تشكره وتسلم عليه. عموما أنا كنت جاي عشان آخد خلو طرف، عشان أسيب الوزارة دي بحالها. الاستقالة عند معالي الوزير، قال لي سيبها لي شوية. على العموم أول الضيف اللي عنده ما يطلع هدخلك على طول. أنا بستغرب يا شيخ أمين، تسيب المكتب ده كله وتقعد جنب الباب ليه؟ كده أريح يا دكتور جامع. يعني أنا خايف يكون اللي يقعد على المكتب الفخيم العظيم ده يبقى حرام. لا، محدش قال كده. أمال قاعد هنا ليه؟ عشان أبقى قريب من الباب، أول ما يرفدوني من الوزارة أطلع على طول. يظهر إنك عايز تترفد بصحيح. أنا لا عايز أقعد ولا عايز أمشي، أنا سايبها لربنا. إن كان خير يبقى دخلنا فيه، وإن كان شر يبقى خرجنا منه. ونعم بالله. أنا جاي لك النهارده يا سيدي بخصوص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ماله؟ مالك أنت ومال اللي اسمه سيد الحوت سكرتير المجلس؟ الحوت اسمه الحوت ده، ولا الحوت اللي بلع سيدنا يونس. بس في الآخر ربنا نجى سيدنا يونس. يا عم الشيخ أمين الله يسترك، حكيم انت راجل طيب وبتاع ربنا، مالكش في أضابير السياسة. اسمع كلامي، أنا برضو أهو بفهم في شوية طب على شوية سياسة. من توكل على الله كفاه. يا شيخ أمين اسمع كلامي، سعيد الحوت ده اهو سيبك منه، ده 4 وزراء أوقاف قبل منك اللي ما حد قال له أنت فين. أنت شفت الأول
الملفات بتاع مجلس الشؤون الإسلامية دي كل موضوع فيها يدخل السجن. اهو اتفضل يا سيدي. ده مثلا اشتروا اسانسيرين ب 200,000 جنيه عشان يركبوهم في العنوان اللي مكتوب هنا. بالك العنوان ده طلع ايه؟ أرض فاضة ما فيهاش طوبة واحدة. يا ساتر يا رب. والموضوع ده زمام 180 فدان. بالك الحجة الشرعية بتاعتهم كام؟ 50 فدان. الباقوا راحوا فين؟ فلوسهم راحوا لمين؟ الله أعلم. يا شيخ أمين، يا شيخ أمين. الملفات دي كلها اختلاسات قول، تزوير قول، استغلال نفوذ قول، زي ما يعجبك قول. طيب عدم المؤاخذة يعني مش يمكن يكون فيه دفاع انت ما تعرفوش؟ ده مش رأيي لوحدي يا محمود، ده تقارير الجهات الإدارية كلها، والملفات دي متقدمة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء والنيابة العامة. طيب تقدر تقول لي عملوا ايه بقى لما عرفوا الجهات دي كلها؟ اهو ده بقى اللي مجنني، سكتوا عليه ازاي مش عارف. مش عارف. انا اقول لك عشان واصل ومسنود وكلام في سرك. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا اللي اعرفه انه موظف تبع الوزاره وارتكب مخالفات جسيمه لازم يتحاسب عليه. ما هو الكلام ده مش اختصاصك يا شيخ امين، فيه نيابه عامه تسأله جنائيا وفيه مجلس شعب يحاسبه سياسيا. وانا احاسبه اداريا، ده موظف تبع الوزاره. عشان كده النهارده هطلع قرار بانهاء خدمته. المشكلة دلوقتي انك تغيبت عن العمل 15 يوم بدون اذن، يعني قانونا انقطعت صلتك بالوزارة. ما انا مقدم استقالة. ما لو معالي الوزير قبل الاستقالة بتاريخ تقديمها كان بقى مالكش حق في الدرجة الأولى. ده رأي الشؤون القانونية، وبيني وبينك انت استعجلت في حكاية تقديم الاستقالة دي. والله يا أستاذ مصطفى كل واحد بياخد نصيبه. على العموم معالي الوزير عنده فكرة عن الكلام ده كله، شوف هيعمل فيه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه معاليك. طيب شكرا. تقدر تدخل يا شيخ زغلول. اهلا يا مرحبا شيخ زغلول، اهلا وسهلا. مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ ازيك يا راجل؟ اتفضل اتفضل، دي خطوه عزيزه اشرقت الانوار. فينك يا راجل من زمان؟ ما تقعد، واقف ليه؟ فينك يا سيدنا المده دي كلها؟ والله أنا أصلي بأشفق على وقتك بعد الوزارة يعني. لو أعرف إن الوزارة هتبعدني عن أهلي وحبايبي ما كنتش قبلتها. عموما يا سيدنا أنا جاي عشان أشكرك على الدرجة الأولى اللي سعادتك وافقت لي عليها. تشكرني على إيه يا راجل؟ أنا اديتك حقك ولا يعني عشان بلدياتي ما تاخدش حقك؟ بعدين مشكلة الانقطاع عن العمل أنا حلتها لك، حسبت لك الأيام كلها أجازات، ما أنت عندك رصيد أجازات. والاستقالة؟ والله إن كان عليا أنا مش موافق، لكن لو أنت مصمم إيه؟ والله اللي تشوفه معاليك. ما بلاش معاليك دي، بتجيب لي حساسية. بعدين يا شيخ زغلول أنا اللي بيني وبينك مش شوية. صحيح يعني لما رحت البلد كم مرة بعد الوزارة ما جيتش تقابلني، لكن زي بعضه اللي بيني وبينك أكتر من ده كله. والله يا مولانا يعني أحيانا الواحد بيبقى في حاجات في مخه كده يعني بتلخبط. شيخ زغلول أنت زعلان مني في حاجة؟ ما تصارحنا أحسن. أنا بس عايز أسأل سؤال، أنت بتعمل معايا كده ليه يا شيخ يا معالي الوزير؟ مصمم تعرف؟ عايز استريح.
هات الآية 34 و35 من فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. هو ده ردي على سؤالك. ده لا كنت فاكر ان حظك حلو في الدنيا، التاريخ في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا معالي الوزير، مش كنت تديني خبر عشان أنزل أستقبلك تحت؟ أستغفر الله العظيم يا سيدي. اتفضل. والله ما تسيب مكانك، أنا هقعد هنا. دي الأصول، أنت بقيت الوزير بتاعنا. أنا مش فاهم بس إمتى القانون ده هيتعدل؟ إزاي شيخ الأزهر يبقى تابع وزير الأوقاف؟ الحاجة اللي مزعلاك دي جت في مصلحتك، وأنت على العموم كده ولا كده من رجال الأزهر. الحكاية مش أنا ولا أنت يا مولانا، أنا وأنت بنقضي أيام على الكرسي وهنسيبه. أنا بدور على مكانة الأزهر، وعلى العموم أنا هفضل ورا التعديل ده لحد ما يحصل إن شاء الله. أنت مش عايزنا نبقى تبع معاليك ولا إيه؟ الأزهر لا يمكن يكون تبع وزارة الأوقاف، لا بالقانون ولا بغيره. وادي البوسطة اللي أنت بعتها لي عشان أمضيها، ما اعتمدتهاش. المصلحة كده تقف، مفيش حاجة بتمشي إلا ما وزير الأوقاف وشؤون الأزهر يعتمدها، القانون كده. أنا مستعد أعتمد أي أوراق أنت عايزها، بس ما تبعتهاش الوزارة. أنا هجيلك هنا كل أسبوع يوم محدد، أعتمد لك الورق اللي أنت عايزه. الله، وتتعب نفسك ليه؟ مش هتفرق. بالنسبة لي أنا تفرق. أنا عايز أحس إني تابع للأزهر، مش الأزهر هو اللي تابع ليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الحب لوحده مش كفاية، لازم يبقى فيه مع الحب مودة ورحمة. أعمل إيه بس يابا؟ ما محمد دماغه ناشف، لما بيصمم على رأي ما بيرجعش فيه أبدا. اهي أنا برضو يا فاطمة اللي بصمم، ده هي يا مولانا اللي مش عايزة تسمع الكلام. بقول لك إيه يا فاطمة؟ نعم إيه؟ أنا البت اللي تخرج من عندي ما ترجعليش تاني. وأنت يا سي محمد رفقا بالقوارير، أنا مديلك أمانة تصونها وتحافظ عليها. أفهم بقى إيه الموضوع؟ أبدا يا عمي، فاطمة كانت عايزة تحدد النسل، لكن أنا بقى في رأيي إن الموضوع ده حرام. لا يا سي محمد، مش حرام. الحرام إن الواحدة تمنع الخلفة. يعني تروح للدكتور تقول له اعمل لي عملية عشان ما اخلفش خالص، لكن لما الواحدة تحدد النسل ولا تنظم النسل مفيش مانع، جايز. شفت بقى يا سي محمد؟ ولا هتقاوح كمان الشيخ الشعراوي؟ مش بس كده، ده لو الواحدة حاسة ان صحتها ما تساعدهاش انها تضرب ورا بعض والعيال هتتدهول تحت رجليها، ولا هتأثر في تربيتهم، ولا هتأثر في حق جوزها، يبقى احسن ليه تحدد الخلفة. يعني يا مولانا لو واحد ظروفه المادية على قده يعني كده يحدد برضو؟ لا، كله إلا بسبب الرزق. الرزق ده مش في إيد حد ولا بتاع حد. ربنا بيقول نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية تانية بنقول نحن نرزقهم وإياكم. يعني في الحالتين ربنا بيرزق، يبقى الرزق ده محدش له دخل فيه. اهلا يا شعراوي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سياده الرئيس. يا سيدي اي ريح طيبه. ها الله يكرمك يا سياده الرئيس. خير.
خير ان شاء الله. انا جاي لسيادتك بخصوص تعديل قانون الازهر. قولي الاول وطمني يا شعراوي، عامل ايه في وزاره الاوقاف؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنه. برضه ما قلتليش عامل ايه؟ والله يا سياده الرئيس ابتلاء، اسال الله ان يعينني عليه. ان شاء الله هيعينك. قول لي يا شعراوي، قانون ايه اللي انت عايز تعدله في الازهر؟ انا مجهز لسيادتك مذكره بموضوع التعديل واسبابه. النضاره دايما يا شعراوي، النضاره دي مغلبه. اهي الحقيقه انتوا يا وزراء دايما بتطلبوا تعديلات، واما نعمل احنا بقى التعديلات دي ما بتعجبكوش. لكن هذا التعديل لابد منه حتى تستقيم الامور. طيب يا شعراوي، المذكره دي انا هقراها بعدين. قول لي دلوقتي انت عاوز ايه؟ انا بقترح في المذكره ان يكون شيخ الازهر نائبا لرئيس الجمهوريه، والا يحال الى المعاش مهما تقدمت به السن، كما لا يجوز اقالته من منصبه. هو الازهر مش تابع لوزاره الاوقاف؟ ايوه يا سياده الرئيس. طيب بالشكل ده يبقى هيخرج من اختصاصك. وهذا ما اريده. يا شعراوي، الوزارات كلها بتوسع اختصاصاتها وانت بتتنازل. مكانة الازهر يا سياده الرئيس فوق الاشخاص والاهواء. الازهر ده منارة العلم في مصر وفي العالم العربي والاسلامي، ويجب ان تبقى هذه المنارة عالية ساطعة حتى ترسل نورها في ارجاء الارض. ده كلام جميل ورائع، بس ما حدش عارف يا شعراوي بكره هيحصل ايه. وزي ما بيقولوا يا اخي عندنا في الفلاحين، عصفور في الايد احسن من 10 على الشجر. اسحب المذكره، اسحبها. عفوا يا سياده الرئيس، مش فاهم قصد سيادتك. انت عارف طريقتي يا شعراوي، انا احب الصراحه واعشق المواجهه. انا بلغتني معلومات ان انت حاطط عينك على مشيخه الازهر، انا جبتها لك على بلاطه. يعلم الله انني لا اطمع في منفعه او مصلحه شخصيه، كما انني لا اتطلع لمشيخه الازهر لا حاضرا ولا مستقبلا. ليس لانني ازهدها، ولكنني اهابها واخاف الحساب منها. يا سيدي انا مش معارض ان انت تبقى شيخ الازهر، بس ده يا شعراوي يبقى في الوقت المناسب. الحمد لله، لقد انعم الله علي بنعم تجعلني لا اطمع فيما في يد غيري، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ونعم بالله. تعرف يا شعراوي، انا لولا محتاجه في وزاره الاوقاف ما كنتش خليت اي شيء ايا كان كن هذا الشيء يشغلك عن خواطرك حول تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وانا بطمنك يا سياده الرئيس، هذه الخواطر لا يشغلني عنها شيء، وانها عندي تسبق ما سواها. هي اللي باقيالك وباقيالنا يا شعراوي. اذنك يا فندم، معالي رئيس الوزراء على التليفون. خير، اللهم اجعله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. أيوة، أنا فعلا أصدرت قرار بإنهاء خدمة الحوت. واستأذن ليه يا فندم؟ مش ده من اختصاصي برضو؟ واخد رأي معاليك ليه؟ أمال أنا هنا بعمل إيه؟ والله يا ممدوح بيه، أنا درست الموضوع وخدت القرار المناسب ومش هرجع عنه. أنا آسف يا ممدوح بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء غريب والله. ما أنا قلت لك يا فندم، سعيد بالحوت مش سهل. أعلى ما في خيره ويركبه.
جالنا جواب من مجلس الامه، بعض الاعضاء مقدمين استجواب لسعادتك بخصوص الموضوع ده. استجواب؟ الاستجواب ده يعني اتهام. ما انا قلت يا فندم سيد بالحوت واصل. عموما انا بجهز رد وافي مدعم بالبيانات والمستندات. ما تجهزش حاجه، الرد هنا في دماغي، والادله والمستندات عندهم في مجلس الامه، يطلعوها ويقروها اذا كانوا بيعرفوا يقروا. بعد اذن معاليك في 2 منتظرين بره. خليهم يتفضلوا. حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا حسن المهدي وأخويا حسين المهدي من البدرشين. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إحنا ولاد الشيخ المهدي اللي كان مدير معهد طنطا. الشيخ المهدي؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك اشتغلت معاه في معهد طنطا. انت هتفكرني بالشيخ المهدي؟ ده استاذي في طنطا والزقازيق وخيره عليا، جمايله مغرقالي. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. عليك. اهلا بريحه الحبايب. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا رب. والله يا فندم هو كان دايما يجيب في سيره معاليك، كان دايما يقول لنا ان حضرتك القدوه الحسنه والمثال اللي يجب نحتذي بيه. استغفر الله العظيم، والله انا مقصر في حقه، بس انا كنت في السعوديه بقالي مده، ولما رجعت حاولت اعرف هو فين، ما عرفتش عنوانه. اصلنا سيبنا طنطا وقعدنا في البدرشين، يعني عندنا دار واسعه هناك وكام فدان، قلنا هنشوف مصالحنا، وزي ما معاليك عارف ماهيات الحكومه ما بتكفيش حاجه. ايوه على رايك، بس والله انا مقصر في حق ابوكوا قوي. العفو يا معالي الوزير، والله ده هو فرح جدا لما حضرتك بقيت وزير. الله يبارك له يا سيدي. خير ان شاء الله. اي خدمه؟ والله والدي تعبان في المستشفى وطالب يشوف معاليك. اتفضل معالي الوزير. اتفضل سعادتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معالي الوزير، معالي الوزير. ما تقومش. ما تجيش. خليك مستريح. ما تجيش يا معالي الوزير، جاوبني يا حسين. ما بلاش معالي الوزير دي، انت كده عايزني امشي. لا خلاص. طيب استاذن انا بقى. شاكين يا دكتور. السلام عليكم. اتفضل معاليك. ايه يا مولانا؟ سلامتك يا سيدي، الف سلام عليك. وفي سلامة في السن ده يا أمين يا ابني. مش ربك الكريم بيقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأنا في أرذل العمر يا أمين. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الحمد لله، كفاية كده. أنا عملت اللي عليا وحاولت في حياتي إني أقدم حاجة تنفع الناس. انت صاحب علم وفضل، ولو الواحد فيه شوية خير الفضل يرجع لك. منساش وانا تلميذ صغير كتبت رأيي ما عجبش مدرس المعهد وحب يسقطني. ابوك الله يبارك له جه لحد دقدوس عشان يسمع رأيي. ووافقتك عليه يا أمين. انت ربنا كان فاتح عليك من صغرك وأنا كنت حاسس إنك هتبقى حاجة كبيرة قوي، واللي حسبته لقيته. لولا انت واللي زيك من مشايخنا وعلمائنا ما كناش بقينا حاجة. المعلم بيعلم كتير، لكن المهم في اللي بيتعلم يا شعراوي. قول لي يا شيخ مهدي، مش لازمك حاجة؟ نفسي ارد لك الجميل اللي في رقبتي. ادعي لي. وايه كمان مع الدعاء؟ الولاد ولادي خد بالك منهم يا شعراوي.
ايه انت هتوصيني على الولاد؟ دول زي ولادي. انا بقول لك قدام ابوك اهو، اي حاجه تعوزوها تتصلوا بيا. الحقيقه يابا معالي الوزير قابلنا في الوزاره مقابله مفيش بعد كده. اخفف انا بقى عشان اسيبك تستريح، وان شاء الله الزياره الجايه في البيت. طيب اسلم عليك قبل ما تمشي. مين عارف الوجوه هتتقابل تاني ولا لا؟ ان شاء الله نتقابل وانت بخير وعافيه. سلام عليكم. ده كتير قوي كتير. استغفر. سلام عليكم. وعليكم السلام. خليك انت مع ابوك. سلام عليكم. الله يوفقك في طريق الخير يا شعراوي. شرفت معالي الوزير. الله يشرف مقدارك يا سيدي. يا ريت حضرتك تتكرم علينا وتشرب فنجان قهوه معانا قبل ما تمشي. وانا عايز اتكلم مع حضرتك شويه. طب اتفضل سعادتك. لو سمحت لي، عايز اعرف حالة الشيخ المهدي بالظبط. والله الحاله حرجه قوي، لانه عنده ورم في المخ وبيضغط على مراكز الاعصاب، واحنا بقالنا اكتر من اسبوعين بنعمله اللازم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب دلوقتي حساب المستشفى ده كله عندي، ما تطلبوش حاجة من اولاده. خلاص سعادتك، يبقى نخلي الحساب على وزاره الاوقاف. الاوقاف ملهاش دعوة، الحساب ده عندي انا وهسدده نقدا ان شاء الله. ايه اللي مطلوب للشيخ المهدي؟ والله حضرتك انت عارف ان الحاله صعبه وسنه كبر. واذا مرضت فهو يشفين. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. بالنسبه له الجراحه هي الحل الوحيد، بس الامل ضعيف. الامل في الله سبحانه. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. احنا نعمل اللي علينا. ايه ده؟ مع الاسف. لا حول ولا قوة الا بالله. شدوا حيلكم يا اولاد. ان الله. انا اقول كلمه عليك، الامل كان ضعيف. قدر الله وما شاء فعل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. بس احنا كبشر ربنا امرنا ناخد بالاسباب. الجرايد كلها كاتبه استجواب النهارده في الصفحه الاولى. بكره ان شاء الله هخليهم ينقلوا الاستجواب بتاعهم ده في الصفحه الاخيره بتاع الوفيات. في واحد تاني كاتب في الموضوع ده اسمه عبد الجاد سليمان. بيقول ايه؟ بيقول يابا: لا ينكر احد ان الشيخ محمد متولي الشعراوي داعية متميز يجذب الناس بطريقته الفريدة وتفسيره العصري لكتاب الله، ولكن متطلبات العمل الإداري تختلف عن مستلزمات الدعوة، فلكل منهما منهج آخر في معالجة الأمور والتعامل معها. كتر خيره، كويس انه ما قالش كمان ان ما ينفعش داعية. في واحد هنا كمان مزودها قوي، ده بقى يابا لازم ترفع عليها قضية. بيقول ايه ده راخر؟ لا ينبغي أن تترك الأحقاد الشخصية والرغبة في الانفراد بالسلطة تدمر الكفاءات النادرة في وزارة الأوقاف، فالقيادات المخلصة المتمكنة في عملها لا يمكن تعويضها، وهي أولى بالحفاظ عليها من الوزير نفسه.
كل ده من ترتيبات الحوت. ده غير التربيطات اللي عاملها مع أعضاء في مجلس الشعب. وطبعا في نهاية الاستجواب هيطرحوا الثقة في الوزير. يمشوك من الوزارة؟ ما تزعليش قوي كده، هو أنا يعني كنت عايز إيه؟ أيوة، بس أنت تسيبها بمزاجك، مش تخلي واحد زي ده هو اللي يطلعك منها. هو مين ده اللي يطلعني؟ ما هم يابا هيطرحوا السيجة وياخدوا عليها الأصوات في مجلس الشعب، ودي نهاية الاستجواب. مجلس الشعب مش هيستجوبني، أنا اللي هستجوب مجلس الشعب. انحرافات الحوت دي موجودة عندهم وعارفينها من زمان، ساكتين عليها ليه لحد دلوقتي؟ امال ايه؟ لو انت فاكر ان الحكايه خلصت على كده وخلاص. لا، ما أنا عارف إن الحوت رافع قضية قدام المحكمة الإدارية العليا عشان يلغي القرار بتاعي. لا يا ريت على كده وبس. امال في ايه تاني؟ مش بقول لك سعيد الحوت ده واصل اهو راح قدم تظلم للرئيس انور السادات. الرئيس اشار له بخط ايده يعود سعيد الحوت الى عمله ردا لاعتباره. يعود الى عمله؟ ازاي الكلام ده؟ ما انا قلت لك انه واصل، ما سمعتش كلامي يا عم الشيخ. على العموم انا عملت اللي عليا وريحت ضميري. طب والنتيجه بذمتك يبقى شكلها ايه؟ اهو راجع شغله تاني، يبقى شكلها ايه دي في الوزاره وبره الوزاره؟ انا ما اعرفش ايه اللي خلى الرئيس السادات ياخد قرار زي ده. على العموم انت برضه لازم تقابله وتوضح له وجهه نظرك، يمكن تقدر تقنعه ويسحب القرار. انا مش هقابله عشان اقنعه برايي، انا هقول له ان قضيه الحوت قدام المحكمه ومحجوزه للحكم، وهو دايما يقول سياده القانون، يبقى نستنى لما يصدر الحكم ونلتزم بيه. نورت يا باشا. الحمد لله على السلامة. ألف مليون مبروك يا باشا. الحمد لله على السلامة يا فندم. الحمد لله على السلامة يا باشا. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. ألف مبروك يا فندم، العاملين في المجلس كلهم فرحانين يا فندم. القرار الجمهوري ده مسألة عادية جدا، ولا كان في حاجة تانية ممكن تحصل؟ المجلس لا يمكن يستغنى عن معاليك، وأنا كمان باجي على نفسي قوي عشان أستمر فيه. ما علينا، المهم مشروع مبنى المجلس الجديد عاوزه يخلص بسرعة. نعمل المناقصة الأسبوع ده على طول إن شاء الله يا فندم. أنا لسه هستنى المناقصة؟ هات لي الورق ونديله المقاول بالأمر المباشر. أيوة يا فندم، بس المبلغ كبير والأمر المباشر هيبقى من سلطة الوزير. أنا الوزير في المجلس هنا، واللي مش عاجبه الكلام ده يراجع رئيس الجمهورية. اتفضل يا أستاذ، نفذ اللي بقولك عليه. الله ينور يا رجالة، شدوا حلو. بعد ما يخلصوا هنا شاول الصناديق اللي جوه. كله يستعجل شوية. الله ينور يا ابني، يلا. خلص عندك. ايه الاخبار يا نمرود؟ اهو زي ما انت شايفه كده قدامنا 3-4 ايام، يعني كمان اسبوع ونفتح. ربنا يخليك ليا ما يحرمنيش منك. انا عارفه ان انا اعتمدت على راجل وسيد الرجاله كمان. اديكي بقيت شريكه في الكازينو، يعني بقى بتاعك. انا ما اقدرش اقصر في حاجه تخصك خالص. بقالي اسبوع ما روحتش، باكل هنا وبشرب هنا وبنام هنا، كله عشان خاطر عيونك. تسلم لي عيونك يا نمرتي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يلا تعالى معايا، تعالى يا نمرود. خد
خد ال50 جنيه دي وبعد ما تخلص التجديدات ليك زيه. امال عايز ايه؟ ده دول فوق مهيتك. انا ما عملتش اللي عملته ده عشان فلوس يا ست راتب. انا عارفه انها خدمه وانا مقدراها. وانا كفايه عليا تقدريها. انا مش عايز منك اكتر من كده. نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله الله. محمد انت مين؟ قول لي يا محمد، ليه مش عايز تكمل طريقك في الدعوة؟ انت مين؟ عشان واحدة ما خدتش بكلامك واختارت المعصية عن الطاعة. وعرفت ازاي؟ ليه تحرم نفسك وتحرم الناس من نعمة ربنا اداها لك؟ أنا انت مش عارف ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة يدعو الناس في مكة لعبادة الله، وكل اللي استجابوا لدعوته يا دوبك 100 واحد بس. لو كان غلبوا الياس وكف عن الدعوة ما كانش نور التوحيد ساد الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استغفر الله العظيم. عبد الرحيم ايه في ايه يابا؟ في ايه؟ مين يا ابني اللي طلبني عشان اعمل معاهم لقاءات واحاديث؟ كتير يابا، كتير قوي. يعني كاتبهم وكاتب تليفوناتهم. اطلبهم كلهم ورتب معاهم المواعيد اللي تناسبهم. يعني انت موافق تروح لهم يابا؟ ايوه، ونور على نور كمان. اتصل بيهم وحدد ميعاد التسجيل. كل اللي عايزيني، مش هتأخر عنهم. أحمدك واشكر فضلك يا رب، أحمدك واشكر فضلك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحمدك يا رب، أحمدك يا رب.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يخطئ من يفهم من هذه الآية الكريمة أنها تعطي الرجال التحكم والسيطرة والاستعلاء على المرأة، ولكن الآية تعني أن الرجل يقوم على أمر المرأة فيكفل لها معاشها ويقضي لها أمورها، وهذا تكريم للمرأة حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي رعاية أسرتها والاهتمام بشؤون زوجها. بس الراجل بقى ما يفتريش، لأن الله جعل المرأة سكنا للرجل، فإذا لم يرعى الرجل هذا السكن تعرض لعقاب الله. لقد وضع الإسلام المرأة في مكانة رفيعة لم تعرفها من قبل أو بعد، ومن ذلك أن المرأة في عصرنا الحاضر يتبدل لقبها بعد الزواج، فلا تحتفظ بلقبها وإنما تلحق بزوجها وتنسب إليه، فيقال مثلا هدى شعراوي نسبة إلى زوجها علي شعراوي. أما الإسلام فقد احتفظ للمرأة بلقبها، فأمهات المؤمنين اللائي تزوجن أشرف خلق الله احتفظن بلقبهن، فلا يقال عائشة محمد أو حفصة محمد، وإنما يقال عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. والإسلام لم يمنع المرأة من العمل. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ولكنه يشترط العمل الذي يتناسب مع طبيعة المرأة، ولا يطغى على كونها امرأة، ولا يشغلها عن مهمتها الأساسية في رعاية الزوج والأولاد وإقامة أسرة مسلمة صالحة لا تسقط في هاوية الانحلال والانحراف. والإسلام لم يفرض تعدد الزوجات ولم يوجبه، ولكنه سمح به متى وجدت الظروف التي تستدعيه، كمرض الزوجة مثلا، الولية ما بتخلفش والراجل نفسه في حتة عيل يشيل اسمه، ولكنه اشترط العدل بين الزوجات، بل إنه أعطى الزوجة الحق أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها عند عقد القران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اسطى خليل؟ الحمد لله والشكر لله يا مولانا. ابن حلال ان انت جيت، انا رحت لك البيت مرتين ما لقيتش حد. اصل احنا بقالنا مده مش في الحسين. المهم عملت ايه في القماش؟ قصيته؟ انا بصراحة ما رضيتش اجي جنبه الا لما اخد رأيك في حاجة. دلوقتي الفتحة بتاعت القفطان عايزها كام سنتي؟ عشان في ناس بتحب تطولها وناس بتحب تقصرها. انا لا عايز اطولها ولا عايز اقصرها، انا مش عايز فتحة خالص. مفيش فتحة خالص؟ يعني بقى زيها زي الجلابية؟ وايه المانع؟ انا بقالي 20 سنة بفصل قفاطين عمري ما عملتها قبل كده. يا سيدي اعملها، اصل القفطان لما يبقى مفتوح من تحت يجوا شوية هوا يطيروه تبان الهدوم اللي تحته. ما هو احنا لو قفلناه هيكعبل اللي ماشي، لكن الفتحة بتريح. ابدا، ممكن يبقى مقفول ويريح برضه. ازاي بس يا مولانا؟ تيجي من بعد الوسط وتوسع شوية. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ القماش فين؟ اهو يا مولانا. انا باجي من عند الوسط من هنا كده وانزل على طول لتحت. لا بقى، انت لا مؤاخذة تخلي الحرد على واسع شوية. شوف، خلي المقص يمشي على الخط اللي هعمله لك اهو. شوف الحردة جاية ازاي؟ الحردة من هنا وتمشي بالمقص كده على طول على واسع شوية. بس انا خايف يا مولانا ما يجيش مكسم. يا سيدي ما تخافش، ده هيبقى مكسم ومحتشم كمان. يا مولانا اللبس الازهري له اصول. دي
صاحب الشأن وعايز يلبس، هتلبسه على كيفه ولا على كيفك؟ خلاص نمشي طلباتك يا مولانا. وانا هبقى افوت عليك اشوف عملت ايه. طيب عايز حاجه تانية يا اسطى خليل؟ ما نحرمش يا مولانا، عموما المقاسات عندي. خلي دول معاك كده تحت الحساب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خيرك سابق يا مولانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. معاد الدواء يا عمتي. الله العلي العظيم. يا بنتي بقى سايبة اللي عندك بره وجاية عشان تديني الدواء. ما هو لازم يتاخد في ميعاده يا عمتي. الأمر لله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سلم ايدك يا بنتي. بالشفا والصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيكي. إلا قولي لي يا عمتي، تعرفي واحد في دقدوس اسمه أحمد الصفطاوي؟ أحمد الصفطاوي؟ أيوة أعرفه. ده زمان كانت ماتت لهم جاموسة وأهل البلد لموا لهم فلوس عشان يدوها لهم، أبدا ما رضيوا ياخدوها على إنهم فجرة ويدوب مستورين. يعني ما عندهمش ملك ولا حاجة؟ لا، ملك إيه؟ دول يا دوب رزق يوم بيوم. إنما يا نبوية عندهم عزة نفس ما شفتهاش عند حد أبدا. أنت بتسأليني عنهم ليه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا عمتي، بعدين أقولك. أسيبك تستريحي دلوقتي عن إذنك. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام. السلام يا اخويا، مع الف سلامه. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ سمير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حلة البركه يا مولانا. الله يبارك فيك. انا قلت اجي اطمن عليك، يمكن تكون عايز حاجه. ربنا يبارك لك ويزيدك من نعيمه. وايه البضاعه اللي انت جايبها دي؟ مش جايب بضاعه كفايه ليه؟ شويه شويه يا مولانا، الدنيا ما اتخلقتش في يوم واحد، وانا ان شاء الله قدام كده اهو لما ربنا يفرجها هجيب شويه بويات زياده هتدخل لي قرش كويس قوي. وقدام ليه؟ خير البر عاجله. لا مؤاخذه يا مولانا، اللي جاي على قد اللي رايح ومفيش حاجه فايضه. معلش، خد دول يساعدوك. لا يا مولانا كفايه اللي انت عملته، انا مش هاخد حاجه تاني. اللي فات سيبنا منه، الفلوس دي سلف تردهم اول ما ربنا ييسرها لك. لا يا مولانا، الواحد برضه يخلي في عينه حصوه ملح. خد بقى ما تسوقش فيها. شاكرين يا مولانا. المهم انك عرفت سكتك، اوعى ترجع عنها. حد الله ما بيني وما بين الحرام. واوعى تستهين بكرم ربنا معاك، سترها عليك استرها انت على نفسك. وان عوزت حاجه اديك عارف البيت، بس المره دي بقى تدخل من الباب مش من الشباك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك لك ويخليك ويديك على قد نيتك يا قادر يا كريم. ربنا يكرمك يا مولانا. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ما قلتليش ايه رايك بقى في الموضوع اللي انا جايلك علشانه؟ أنا بصراحة ما أقدرش أرد لك طلب، بس في الحقيقة بقى أسيبك من الموضوع ده دلوقتي. لا بقى يا ام سامي، ده الجدع ما يتعيبش حتى تساله عنه. أنا ما قلتش عليه حاجة، بس بصراحة بقى فاطمة صغيرة وما بنفكرش في جوازها دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب انا هسيبك يا اختي بقى دلوقتي تتشاوري انت وابوها، وان شاء الله الجمعه الجايه اجي ازور الحسين وابقى اعدي عليه. أهلا وسهلا بك في أي وقت، بس بقول لك إيه، الموضوع ده سيبك منه دلوقتي خالص عشان ما نعشمش حد بحاجة مش هتحصل. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. أنست وشرفت يا أم فتح الله. ام فتح الله عايزه ايه؟ ايه الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه؟ قال إيه، جايبة عريس لفاطمة. ومين بقى اللي امه داعي عليه ده؟ محمد الصفطاوي. محمد الصفطاوي.
ابن احمد الصفطاوي؟ سبحان الله، هو بيتجوز؟ ده انا كنت بشوفه مع ابوه في المسجد وهو قد كده. الايام بتجري يا ابو سامي. ايوه، وقلت لها ايه؟ يعني اتأسفت لها كده بذوق. وليه بس يا ام سامي؟ مش نفكر شويه قبل ما نقول ايوه ولا لا؟ وهي دي فيها ايوه يا ابو سامي؟ العريس اللي جايباه انا اعرفه وهو صغير، واعرف ابوه كويس، بس ما اعرفش الباقي، ما اعرفش حاله ايه دلوقتي. يمكن عبد الرحيم يكون يعرف، بيروح البلد كتير. هو عبد الرحيم هنا؟ عبد الرحيم في اوضته. يا عبد الرحيم، عبد الرحيم، انت جيت يابا؟ تعرف يا ولا واحد في البلد اسمه محمد الصفطاوي؟ ايوه اعرفه، بس ده مش من شلتنا. ما دام مش من شلتك يبقى راجل كويس. ده يابا بيشتغل بالثانويه العامه في مصنع كيمه في اسوان، وبيجي البلد في الاجازات. ام فتح الله قالتها لي بصراحه، ده على قد حاله. انا عارف انه مش متيسر، بس نعرف الباقي. باقي ايه يا ابو سامي؟ ده هياخد بنت الشيخ محمد الشعراوي، كل فوله وليها كيان. ايه ده؟ هو طالب ايد فاطمه؟ ايوه يا عبد الرحيم. ما ينفعش يابا، ما ينفعش. ينفع ولا ما ينفعش دي مش بتاعتك، انا بسألك عنه. حاله ايه؟ راجل تقي صالح بيخاف ربنا ولا لا؟ هو بيقولوا زي ابوه. يبقى راجل كويس. ابوها الله يرحمه ما كانش يفوته فرض في الجامع. تعرفي يا نبويه، كان يكمم الحمار يسد حنكه وهو صاحبه في الغيط عشان ما ياكلش من زرع الناس. جرى يا ابو سامي، هي البنت هتتجوز ابوه ولا هتتجوزه هو؟ جرى ايه يا مسام؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفي سورة الكهف: من حيثيات رحمة ربنا بالغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا. هو يعني يابا الصلاح لوحده كفايه؟ ده الأهم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومع ذلك إحنا مش خسرانين حاجة، نسأل عليه وناخد رأي صاحبة الشأن. أنا يابا مش عايزة أسيبكم، عايزة أفضل معاكم. إيه؟ ما بلاش الكلام اللي مش جايب تمنه دي. دلوقتي محمد شافك وانت شفتيه، إيه رأيك فيه؟ ده بيقول إنه منتسب لكلية دار العلوم علشان ياخد الليسانس، وقال كمان مش هيقدر يقدم لها الشبكة اللي تناسبها ولا المهر اللي تستاهل واحدة زيك. واحد اشتكى لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عجزه انه يقدم الشبكة المناسبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وعن المهر قال عليه الصلاة والسلام: أقلهن مهورا أكثرهن بركة. أهي صاحبة الشأن قدامك أهي. إيه رأيك يا فاطمة؟ اللي تشوفه يابا أنا موافقة عليه. رأيك إيه يا مسامي؟ الرأي رأيك يا أبو سامي، هقول إيه؟ أنا عايزة راحتها وبس. الجدع مستعجل على الجواز. خلاص طالما مستعجل يبقى نكتب الكتاب قبل ما تسافر الجزائر. أنا مش هروح سفرية الجزائر دي، أنا فاضل معاكم في مصر إن شاء الله. محدش عارف الظروف إيه. شوف إمتى هتحدد كتب الكتاب عشان أبتدي أشوف الجهاز. بيستعجلوني علشان أرشح رئيس تاني لبعثة الأزهر في الجزائر. فيه أكتر من زميل يصلح لهذه المهمة. أنت لسه عند موقفك؟ أنا لا أقبل الإبعاد ولا أقبل النفي. اشمعناني اللي يبعتوني الجزائر؟ يا شيخ محمد، الأمور اللي زي دي مش عايزة التصلب والعناد. أنا بعمل علشان مصلحتك، مش عاوزك تتأذي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما هو لو رفضت السفر يا شيخ محمد ما تفتكرش إنك هتفضل مدير مكتبي. أرجع معهد طنطا زي ما كنت. ولا معهد طنطا، أنت ممكن تروح أسيوط أو اسكندرية. أشتغل في أي حتة، مش هيودوني حتة ما فيهاش ربنا.
ربنا يخليكي ليا يا ست الكل، تعبتك معايا. خليكي يا حبيبتي. ايه ده؟ اتاخرتوا كده ليه؟ ده انا هموت من الجوع. معلش يا عبد الرحيم، دقيقتين اغير هدومي واحضر لك الغدا. يلا. امال ابوك فين يا عبد الرحيم؟ في الخلوه بتاعته ياما. المهم عملتوا ايه؟ يا رجلي، ما بطلناش لف طول النهار. ليه بس ياما؟ ياما انت تعبانه ومش حامل الحاجات دي. بس الحمد لله ربنا وفقنا في بقيه الحاجه. ده العفش بتاعها ايه؟ حاجه حلوه قوي يا واد يا عبد الرحيم، ومن بكره ان شاء الله هيروح على البيت. الهي ربنا يهنيكي ويسعدك يا فاطمه يا بنتي يا رب. طب ياما معاك الفواتير بتاعت العفش دي؟ عايزها ليه يا ولد؟ عشان نعمل بيها قايمه يمضي عليها محمد. ايوه بس ليه نخونه؟ احنا ما شفناش منه حاجه وحشه. وحشه ولا حلوه ياما؟ ياما الناس كلها بتعمل كده. يا واد يمكن ابوك ما يرضاش بكده. الله، وما يرضاش ليه ياما؟ على العموم انا مش هقول له. محمد جاي بكره عشان نتفق على ترتيبات الفرح والمعازيم والحاجات دي. انا بقى ياما هجيبها له كده في وسط الكلام بطريقه ما فيهاش احراج. اخترنا اوضه النوم اللي البيضه. طبعا تلاقي محمد هو اللي اختارها. بالعكس، كان عايز الاوضه التانيه بس ما رضيش لان دي ارخص. يا سلام، ارخص ولا اغلى؟ هو يعني كان دافع حاجه؟ مش عايز يكلفنا، اصله حسيس قوي خصوصا في حكايه الفلوس دي. وبس مش عايز حد يقول ان هو داخل على طمع. محمد عمره ما كان داخل على طمع، دايما يقول لي كفايه انك بنت الشيخ الشعراوي. هو انا عاوز ايه اكتر من كده؟ ربنا يهنيكوا يا فاطمه. ويهنيك يا صالحه ويديك على قد نيتك واللي تستحقيه يا رب. انا بس نفسي تدعي لي اجيب مجموعه عالي في الثانويه العامه. نفسي امنيه حياتي اخش الجامعه. الجامعه؟ وانت فاكره ان ابوكي هيرضى يدخلك الجامعه؟ وفيها ايه دي؟ فيها صبيان وبنات يا حبيبتي. شيلي الحكايه دي من مخك خالص، بدل ما تتعلقي بامل مش هيحصل. يلا يلا يا حبيبتي نحضر الاكل. الترتيبات كده تمام، والميعاد ده مناسب للفرح. ايه رايك يا محمد؟ وانا برضه ليا راي بعد رايك يا عمي. كل اللي تشوفه مناسب انا تحت امرك فيه. على بركه الله. قول لي يابا، حكايه القايمه اللي بيكتبوها دي حكم الشرع فيها ايه؟ الاسلام لا بيمنعها ولا بيفرضها، دي ترجع لمعاملات الناس مع بعضيها. محمد، مش هوصيك على فاطمه يا محمد؟ ايه يا عمتي، ده اسمه كلام برضه. دي فاطمه في عيني، بس يعني كان ليا طلب صغير كده. خير يا سي محمد؟ يعني كنت بقول نعمل قايمه بالعفش وامضي عليها. ولزومها ايه يا ابني؟ ولا عشان اخوك عبد الرحيم قال كده؟ ايه؟ لا ولا عبد الرحيم ولا حاجه يا عمي، ده حقها برضه، وهو الحق ما فيهوش خيشه. طيب انا معايا قايمه اهي، كنت قعدت مع امي وحسبنا الحاجات اللي اشتريتها اهي. ايه يا عبد الرحيم، تحت امرك يا اخويا. خد القلم اهو. ايه طب مش تشوف الاول انت بتمضي على ايه؟ ده كلام يا عبد الرحيم، يعني هتمضوني على حاجه ما جبتوهاش؟ على بركه الله. اتفضل يا عبد الرحيم. خد يا اختي، دي حاجتك. مش دي حاجتي وانا حرة فيها؟ انا مأمنة على نفسي، مش هأمنه على شوية عفش. من استغنى اغناه الله. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا فاطمه، ربنا يتمم لك على خير يا رب. الله يبارك فيك يا ماما. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ ليه يا حبيبتي؟ علشان قطعت القايمه. وايه اللي هيزعلني؟ اصلك وافقتي عبد الرحيم على ان محمد يمضي عليها. لا يا حبيبتي، اصل كل ام بتحب ولادها زياده شويه. ربنا يهنيكي ويسعدك ويكتب لك السعد والهنا يا رب. انا كل اللي يهمني يا ماما اني اعيش مع جوزي زي ما حضرتك وبابا عشتوا مع بعض السنين اللي فاتت دي كلها. عمركم ما اتخانقتوا ولا زعلتوا مع بعض؟
لا يا فاطمة، اوعي تفتكري يا حبيبتي ان مفيش راجل يتخانق مع مراته ابدا. بالعكس، ده حتى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. امهات المؤمنين كانوا بيختلفوا مع الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بس انا عمري ما سمعتك انت وبابا بتتخانقوا. يا حبيبتي، اللي كان بينا لا يمكن يخرج عنا ابدا. حتى ولادنا اللي في البيت ما كانوش يحسوا باي حاجة ابدا. شوف يا فاطمة، اي خلاف بينك وبين جوزك ممكن كل واحد يجي على نفسه شوية، لكن ساعة الخلاف لما يوصل للناس البسيطة هتبقى قد كده اهو يا بنتي. فعلا يا ماما، عندك حق. انا اول ما اتجوزت ابويا الله يرحمه كان يسألني عاملة ايه مع جوزك يا نبوية؟ اقول له الحمد لله يابا، فضل ونعمة من ربنا، مفيش غير كل خير بيني وبينه. طب وعاملة ايه مع حماتك يا نبوية؟ خدي بالك منها. اقول له انت بتوصيني عليها يابا، دي في عينيا الاتنين. عشان كده يا فاطمة بقولك اهل جوزك لازم تكوني كويسة معاهم قوي، وتفتحي لهم البيت على طول وتعامليهم احسن معاملة. وحماتك بقى تحطيها في عينيك الاتنين، عشان دعوة الحما في السما ودعوة الام في الكم. الكلام ده يبقى في ودانك كويس، خدي بالك. وانا بقى لو جيت اسألك على حاجة اوعي تقوليلي. ياه، ربنا يقدرني واكون زيك يا ست الكل. شوفي بابا بيسافر على طول بره، ولما بيجي هنا مصر حتى ما بتطوليش ساعة واحدة تقعديها معاه. يعني انت شايلة حملنا وحمل البيت كله وسايباه هو للدعوة. وعمري ما قلت له الكلام ده ولا فكرت بيه. ياه، انت عظيمة قوي يا ماما. العظمة لله وحده سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، صدق الله العظيم. عشان كده يا حبيبتي مش عايزاكي تضيعي حسناتك مع جوزك ولا تعيريه كل شوية. وأنا عمري ما قلت لأبوكي، هو بقى حس بيها. الطيبون للطيبات يا ماما، وبابا يستاهل اللي عملتيه وزيادة. يا رب محمد يبقى زيه وأنا ما أتأخرش عنه أبدا. عشان محمد يبقى زي أبوكي أنت كمان لازم تكوني زيي. شوفي يا حبيبتي، الراجل والست كل واحد بيدي على قد ما بياخد. مش دايما يا ماما. لو واحد هيدي أكتر من التاني يبقى الست. الله، وش معنى الست بقى يا ماما؟ شوفي يا حبيبتي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال زوجها. عشان كده عايزة الحديث ده يبقى في عقلك وفي قلبك وتمشي عليه، وإن شاء الله ربنا يوفقك ويهديك إلى ما فيه الخير يا فاطمة يا بنتي يا رب. يا حبيبتي يا ماما. حبيبتي يا بنتي، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. مبروك مبروك يا محمد.
دلوقتي خلاص بنتك اتجوزت، مفيش حاجة تخليك تقعد في مصر. قول لي يا محمد، انت ليه مش عايز تسافر الجزائر؟ هناك مسؤولية مستنياك. انت مين؟ سافر يا محمد. انت جيت لي قبل كده. هناك مهمة كبيرة مستنياك. انا عايز اعرف انت مين. انت مين؟ هناك مهمة كبيرة مستنياك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هناك مهمة كبيرة مستنياك. جرى ايه يا عبد الرحيم؟ انا بكلم امي، ممكن بقى ما تتدخلش بينا؟ واني قلت لك شيل الموضوع ده من دماغك خالص. يما طب كلميه بس يمكن يوافق. يا بنتي ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه زي دي، انا عارفه ابوكي كويس. ايه مالكوا في ايه؟ ابوك قدامك اهو، اتكلمي. قولي. مش تفهموني بس في ايه؟ صالحه يابا عايزه تخش الجامعه وعايزه تروح تجيب استمارات من مكتب التنسيق. لا يعني لو ابويا وافق، لكن لو ما وافقش خلاص. عايزه كليه ايه يا صالحه؟ انا يابا كان نفسي يعني اخش كليه التجاره جامعه القاهره. على بركه الله. يعيش ابويا، ربنا يخليك ليا يا احلى اب في الدنيا. يعني انت موافق لها يابا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. عايزني بقى امنعها من اداء الفريضه؟ ما قلناش كده يابا، ما قلناش كده، لكن احنا ممكن نجيب لها الكتب اللي هي عايزاها وتقراها في البيت. انما كل يوم رايحه فين يا صالحه؟ رايحه الجامعه. جايه منين يا صالحه؟ جايه من الجامعه. بعدين يابا دي في الجيزه. اطلبوا العلم ولو في الصين مش في الجيزه. يابا دي الجامعه وما ادراك ما الجامعه. شبان وبنات قاعدين مع بعض طول النهار. احنا ما نقدرش نغير المجتمع على مرادنا، انما نقدر نتمسك بديننا واخلاقنا عشان المجتمع ما يغيرناش. المهم الواحده تراعي شرع الله في نفسه. شرع ربنا يابا ان الستات لوحديه والرجاله لوحديه، انما الاختلاط ده حرام. انت يا ولا هتفتي في الحرام والحلال؟ انت فاهم المسلمين الاوائل كانت الرجاله والستات معزولين عن بعض. المراه كانت بتشارك الرجل في السعي وفي العلم وبتخرج معاه في الغزوات، انما ملتزمه بحدود الله. انا يابا متحجبه من الاعدادي وبلبس واسع والحمد لله. مش المهم المظهر بس يا صالحه، المهم التعامل مع الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما تخافش عليا يابا، ده انا بنت الشيخ محمد الشعراوي. الله، انت ساكته ليه يا ام سامي؟ هو اني بعد رايك ليا راي يا وسامي؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك توافق على حاجه زي دي يابا. الجسم لما يكون سليم ومقاومته كويسه المرض ما يقدرش يتغلب عليه. عندكم حاجه تانية بقى قبل ما اسافر؟ اصلاني خلاص نويت اسافر الجزائر ان شاء الله. الجزائر؟ عشان خاطر يعني اخويا سامي محتاج لك هناك؟ مش حكايه سامي، انا استخرت الله وحاسس ان السفريه دي فيها خير كبير قوي. ايه رايك انت يا ام سامي؟ اسافر ولا ما اسافرش؟ تسافر يا اخويا بألف سلامه ان شاء الله،
انا ما اقدرش اقف في خير جاي لك ابدا، بس انا ليا طلب عندك. لازم تروح لدكتور يشوف ايه حكايه ضيقه النفس اللي بتجيلك دي. والله انت على نياتك يا مسامي، يعني هي الجزائر ما فيهاش دكاتره؟ فيها، بس انا لازم اطمن عليك قبل ما تمشي. ما تروح يابا عشان بس ما نبقاش قلقانين عليك. يا بنت انا مسافر قريب وقدامي 100 مشوار اعمله، هروح امتى بس؟ في يابا دكتور فاتح ناحيتنا اسمه عصام، فاتح عيادته في باب الشعريه، بيقولوا عليه دكتور كويس قوي. ايه رايك يابا نروح له الليله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام على ميلك يابا. السلام عليكم يا بنتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين كشف مستعجل عشان ورانا مصالح كتير. هو بكام؟ ما عندناش حاجه اسمها كشف مستعجل، الدخول هنا بالدور. المستعجل دوت مش بالفلوس، ده للحالات التعبانه قوي. احسن حاجه عملتوها، ادينا بقى كشف عادي. الكشف النهارده مجاني، الدكتور عصام عامل يوم الاثنين من كل اسبوع الكشف من غير فيزيت. ما شاء الله، الله يبارك له. يي ده احنا على كده قدامنا يجي 3 4 5 6 7 ساعات على ما نكشف. طيب قولي له الشيخ محمد الشعراوي من دجادوس وهو هيعرفه. ما تقوليش حاجه يا بنتي، احنا هنستنى دورنا زينا زي غيرنا، بس شوف لنا حته نصلي فيها المغرب قبل ما تفوتنا. حاضر، اتفضل معايا. على مهلك يابا، بسم الله، على مهلك يابا. اتفضل يا سيدنا الشيخ. على مهلك يابا، على مهلك. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا كمان عاملين مصلى هنا؟ اصل مواعيد العياده من 5 ل 9، والدكتور بيخاف الناس تفوتها صلاه المغرب. الله يبارك له. يا رب. اجيب لك كرسي ترتاح عليه يا سيدنا الشيخ؟ لا يا بنتي ما تجيبيش حاجه، انا هصلي المغرب ونسبح شويه لحد ما يجي دورنا. انا الدكتور ده ارتحت له من قبل ما اشوفه. ربنا يابا يجعل الشفاء على ايديه، قادر يا كريم. امين يا رب. اقم الصلاه يا ابني.